بارت 4 حاجات بنعملها كل يوم بتدمر بشرتنا من غير ما نعرف. لو بتستخدمي الصن بلوك او الصن سكرين ومش بترجعي بالليل تشيليه كويس جدا، بالمناسبة احسن حاجة تشيله هي الدبل كلينزنج. لو مش بتشيلي بقى الصن سكرين دوت كويس قوي، فده ساعتها بيسد المسام وبيعمل حبوب تحت الجلد. اما بقى لو بتستخدمي برودكتس فيها عطور شديدة جدا على البشرة، فدوت هيحسس البشرة جدا وهيسبب تهيج فيها، خصوصا طبعا للبشرة الحساسة. اما بقى لو انتي حاطه نفسك في توتر وضغط عصبي ونفسي كبير، فده للاسف بيزود افراز الهرمونات ديت بتسبب التجاعيد والحبوب والشحوب عموما في البشره. فحاولي تستعيني بالله وتبقى نفسيتك حلوه. كمان لو مش بتنامي كويس، فدوت طبعا هيخلي بشرتك تبان انها مرهقه، وهيطلعلك هالات سودا زي كده، وهيخلي بشرتك شحبة، وموضوع دوت بجد هيأثر بسرعة على ظهور التجاعيد. اما بقى لو بتفضلي تدعكي في عينك جامد قوي، فدوت بيخلي المنطقة بتاعت حوالين العين دي تترهل ويظهر فيها تجاعيد. اما بقى لو انتي بشرتك دهنية وبتقولي ان هي كده كده دهنية فهترطب نفسها بنفسها وان انا مش محتاجة كريم مرطب، فحب اقولك ان الموضوع ده غلط جدا، لان ساعتها بشرتك هتبقى عطشانة للترطيب بزيادة، فهتفرز دهون اكتر، وبالتالي الدهون ديت هتعمل حبوب كتير جدا. ما تنسوش اللايك والفولو لو حابين المحتوى بتاعي. باي باي.